اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. شايفين الكيكة القمر دي؟ هنعملها مع بعض النهاردة بمكونات بسيطة جدا جدا وحلوة قوي. وشايفين الكيكة عامل معانا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، والله العظيم تحفة تحفة. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. بس اهم حاجة ان انتم ما تعملوش زي كده وتولعوا الشواية او تسيبوا البوتاجاز شغال وتنسوها. انا نسيتها يا جماعة والله العظيم. طبعا النهاردة الجمعة وكنت ملبوخة كده في الشقة بتاعتنا، وبعد كده سهيت عليها. بس والله العظيم هي مستوية وجميلة جدا جدا ومش عايزة كلام. حاجة بقى فاخر كده من الاخر. والله العظيم تحفة يا جماعة، تحفة. مفيش اي مشكله ان هي اتحرقت مني شويه، بس مش اتحرقت يعني وشها يعني غمق شويه معاه. بصوا اهو، تشيليه بالسكينه كده وتاكلي احلى كيكه ان شاء الله. بس بقى بقول لكم يعني ما تسهوش عليها، انا سهيت عليها شويه. بس والله العظيم تحفه. يلا بقى نخش نشوف هنعملها ازاي، وحط اللايك للفيديو الجميل ده. حبايب قلبي صباح الفل، صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. بصوا بقى، النهارده هنعمل صينيه كيكه زي ما شفت في المقدمه كده، حلوه قوي. كوبايه الا ربع من الزيت، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. تمام تمام. معلقة كوباية من السكر، كوباية من اللبن، ومعانا هنا كيك شيف وفانيليا. كل المكونات دي بقى يا حبايب قلبي، بصوا مش عايزة اقول لكم يعني بسيطة جدا جدا جدا، بس والله الكيكة طبعا حلوة. هنحط كل المكونات دي في الخلاط ونضربها ونرجع لكم تاني. رجعنا تاني، خلطنا الخليط بتاعنا في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، لما السكر داب معانا جدا جدا جدا. طبعا هنا بقى هنحط 2.5 كوباية من الدقيق. بس قبل كل حاجة هنحط الكيك شيف كده على الخليط ونخلط وننزل بكوباية الاول كده والكوباية التانية، وبعد كده هنخلهم زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. طبعا معانا هنا نص كوباية كمان عشان لو نشوف السوائل بتاعتنا هتقبل كمان نص كوباية ولا لا. هنا بقى ضربنا الخليط زي ما انتم شايفين كده بالمضرب اليدوي، ونزلنا بالنص الكوباية التانية عشان هي طلعت محتاجاها. الخليط بتاعنا طلع محتاج 2 كوباية ونص. تمام تمام. هنخلطهم جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هننزل. طبعا القالب بتاعنا دهنينه دهنه كده من الزيت ومعفرينه كده بالدقيق، مبدرينه يعني بالدقيق، وهنهبط هبده كده وندخلها الفرن. بعد ما طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، حاجه بقى تحفه كده فاخر من الاخر. درجه الحراره بتاعه الفرن 180. تمام تمام. شايفين بقى الكيك بتاعنا، حاجه بقى كده مش عايزه اقول لكم بقى. طبعا لما قلبناها استنينا عليها شويه لما هديت علشان نعرف نقلبها وتبقى مقلوبه معانا وجميله جدا. بصوا بقى الكيك بتاعنا تحفه، طعم خطير خطير خطير. وشوفي مفرغه ازاي، وحاجه بقى حلوه قوي قوي قوي. تاكليها بقى بشاي على لبن، تاكلي بشاي بس اللي انت عايزاه. يعني كوبايه شاي كده في العصريه كده يا حبايب قلبي، بتدوب معاكي في البق كده وحلوه قوي. طعمها فظيع جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وطبعا في التقديم تقدميها زي ما انت عايزه. حطيها في طبقين، حطيها في 3، حطيها في طبق واحد، واعملي منظر كده زي ما هتشوفي دلوقتي. اهو بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة كده، تحفة كده تحفة. هنا بقى انا قدمتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، قطعت نصها شرايح كده زي ما انتوا شايفين، وهقدمها كده ومعاها كوبايتين شاي على لبن. ونفطر بقى انا والحاج. كل سنة وانتوا طيبين، وكل جمعة وانتوا طيبين. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.